السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد عام 2024. ان شاء الله نتمنى لكم كده دايما التوفيق والنجاح، وان شاء الله هنعمل معاكم ان شاء الله السنة دي شغل كويس جدا، وهننزل حل لكتاب الامتحان لسنة اولى وسنة تانية ثانوي، وان شاء الله برضو معانا كتاب التفوق سنة اولى وسنة تانية ثانوي. هننزل الحل بتاعه على قناة اليوتيوب بحيث ان الناس تكون مستفادة، واحنا دايما عارفين ان النظام الجديد حل اكتر ما هو ايه شرح. وان شاء الله لما نيجي هنتكلم على كل سؤال ونفصصه ونشرحه شرح تفصيلي، بحيث ان انت بنحل سؤال وبرضو كأننا ان احنا بنشرح المعلومة معاك ونعيدها ونزيدها لتاني مرة او لتالت مرة او لرابع مرة، بحيث المعلومة بتثبت معاك. يلا بينا نبدأ. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول معانا في منهج سنة تانية ثانوي الترم الأولاني. أول باب معاك اسمه باب التغذية، وهنتكلم في أول حاجة في التغذية عن حاجة اسمها التغذية الذاتية. تعال يلا نخش على أول سؤال من ضمن أنواع التغذية والشعيرات الجذرية. سؤال بيقول لك: بما تتميز المواد الغذائية التي يتم بناؤها داخل خلايا النبات الأخضر؟ داخل خلايا النبات الأخضر يعني المواد الغذائية اللي بتتبني، يعني الناتج من عملية البناء الضوئي. طب يا أستاذ، هو الناتج من عملية البناء الضوئي ده إيه؟ والله مثلا مادة زي مادة الجلوكوز. طيب هل مادة الجلوكوز ديت مادة بسيطة التركيب؟ لا، ده مادة معقدة التركيب. يبقى بالنسبة لي الإجابة الأولانية ده غلط. طيب هل هي مادة معقدة التركيب ومنخفضة الطاقة؟ ده أنا بطلع من الجلوكوز ده بكسره بيديني طاقة المخزنة في جزيئات الاي تي بي، يبقى مش منخفضة الطاقة، يبقى الإجابة دي غلط. طيب مادة معقدة التركيب وعالية الطاقة، يبقى الإجابة بالنسبة لي ألا وهي جيم. يبقى بما تتميز المواد الغذائية التي يتم بناؤها داخل خلايا النبات الأخضر اللي يتم بنائها، يعني اللي بتنتج من عملية البناء الضوئي، إنها معقدة التركيب وعالية الطاقة. قلنا كلمة بسيطة هتبقى بالنسبة لي غلط، يبقى الإجابة هنا في أول سؤال ألا وهي جيم. السؤال اللي بعده بيقول: أي مما يلي لا يميز الكائنات غير ذاتية التغذية؟ يعني ما بيميز لي الكائنات غير ذاتية التغذية. هو يعني إيه كائنات غير ذاتية التغذية؟ يعني الكائنات اللي بتعتمد على غذائها على كائنات أخرى. زي مين؟ زي الإنسان ده مش بيغذي نفسه بنفسه، ده هو محتاج لحوم ومحتاج خضروات عشان ياكلها، وزي الأسد محتاج لحوم عشان ياكله، زي البقرة محتاجة خضروات عشب عشان تاكله، فبتعتمد على غذائها على غيرها. طيب ايه اللي بقى لا يميز الكائنات غير ذاتية التغذية؟ دايما في الأسئلة ركز على كلمة النفي. لا، لا، ليس، عدا، الكلام ده كله بيختلف معاك في السؤال. أي مما يلي لا يميز الكائنات غير ذاتية التغذية؟ إيه اللي لا يميزها؟ هل بتحصل على غذائها في صورة مواد عضوية؟ هي فعلا بتحصل على غذائها في صورة مواد عضوية، يبقى دي من ضمن الحاجات اللي تميزها. احنا بندور على ايه لا يميزها في صوره مواد عضويه. ازاي يا استاذ حضرتك؟ الانسان ده بياكل ايه؟ بياكل لحوم. طب اللحوم دي عباره عن ايه؟ عن بروتينات، مواد عضويه. حضرتك بتاكل ايه؟ الرز ده عباره عن ايه؟ كربوهيدرات، مواد عضويه. تحصل على غذائها في صوره مواد عاليه الطاقه؟ طبعا، ما احنا قلنا كربوهيدرات يعني مواد عاليه الطاقه. تحصل على غذائها في صوره مواد بسيطه التركيب؟ ده لا. دي اللي صح بقى في السؤال، لان اصلا انا كانسان لما بحصل على المواد بتاعتي بحصل على مواد معقده التركيب، عشان لما اجي اعمل عمليه الهضم، هي ايه عمليه الهضم؟ بحول البوليمر الحاجه المعقده التركيب الى المونومر الحاجه البسيطه في التركيب. السؤال اللي بعده بيقول: إذا علمت أن ديدان البلهارسيا تعيش وتتغذى داخل الوريد البابي الكبدي للإنسان، فأي مما يلي تنتمي إليه تلك الديدان؟ طيب الديدان ديت بتعيش داخل الوريد البابي الكبدي للإنسان، يعني
بتتطفل على الانسان. طيب ايه الفرق بين التطفل وايه الفرق بين الترمم؟ قلنا ان الكائنات الرميه بتتغذى ليه على كائنات غير حيه. طيب الوريد البابي الكبدي للانسان هو انسان حي دلوقتي، يبقى بالنسبه لي ده تطفل وليس ترمم. فبالنسبه لي الرميات غلط. ذاتيه التغذيه لا، هي مش ذاتيه التغذيه، ما بتصنعش غذاء لنفسها. اكلات اللحوم هي مش ليست من اكلات اللحوم، انما هي كائنات ايه؟ متطفله. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اي الكائنات الحيه التاليه يختلف عن طريقه التغذيه. يختلف في طريقه التغذيه مش عن في، يعني بيختلف عن غيره ده كله في طريقة التغذية. طيب الإنسان والله كائن غير ذات التغذية، حلو الكلام. طيب الأسد كائن برضو غير ذات التغذية. الغزال والله كائن برضو غير ذات التغذية. بس إيه الفرق؟ إن الإنسان كان غير ذات التغذية عضوي، الأسد كائن غير ذات التغذية برضو عضوي، الغزال كائن غير ذات التغذية برضو عضوي. يعني الإنسان بيأكل على اللحوم والأعشاب، الاسد بياكل اللحوم، الغزاله بتغذى ليه على الاعشاب. اما عفن الخبز هو فعلا كائن، غير ذات التغذيه ولكن متطفل. ولكن بالنسبه لي ايه؟ متطفل. فبالتالي هو اللي مختلف ليه عن الانسان والاسد والغزال. طيب السؤال رقم 5 بيقول الجدول التالي يوضح طريقة حصول 3 كائنات على غذائه. الكائن س يستمد من البيئة مواد أولية بسيطة يحولها إلى مواد عضوية معقدة. يعني هو بياخد مواد أولية ويحولها لمواد معقدة. إيه ده يا أستاذ؟ ده البناء الضوئي. طيب مين اللي بيعمل لي البناء الضوئي؟ يبقى أنا بتكلم دلوقتي على كائن من النبات. حلو الكلام. الكائن صاد يعيش بداخل القناة الهضمية لكائن آخر ويستمد منه غذاء المهضوم. ده إيه؟ كائن آخر، يعني كائن حي، يبقى ده يبقى متطفل. المتطفل. طيب المتطفل ده زي مين؟ الكائن المتطفل ده هيكون ليا زي مين؟ زي مثلا دودة الاسكارس. طيب الكائن عين يعيش ناميا في الاماكن الغنية بالمواد العضوية. يعني هو بيعيش ليا ناميا في المواد الغنية ليا في الاماكن الغنية بالمواد العضوية، هيبقى بالنسبة لي زي فطر عيش الغراب. طيب تعال نبص كده. الكائن سين هيبقى، احنا قلنا ان هو بيقوم بعملية البناء الضوئي. هل دودة الاسكارس تقوم بعملية البناء الضوئي؟ غلط. دود الاسكاريت غلط. طيب نبات الذره ونبات الذره مين فيهم بقى؟ طيب نخش على الاختيار بقى. الكائن صاد يعيش بداخل القناه الهضميه. هل فطر عيش الغراب بيعيش ليه داخل القناه الهضميه؟ لا، يبقى دي غلط. يبقى الاجابه الصح بالنسبه لي ايه؟ ج. السؤال اللي بعده بيقول اي مما يلي يمكن استنتاجه من الشكل المقابل. تعال نبص كده على الشكل. سؤال سهل جدا. هتلاقي ان انت عندك الكائن اللي هو النبات اللي هو 2 اخضر ومستمد منه جذور كده، حصل له امتداد للجذور بتاعته كده. طيب وعندك كائن واحد ده متطفل ليا على الكائن رقم 2. كائن رقم 1 ده ما فيهوش بلاستيدات خضراء، بيتطفل ليا على الكائن رقم 2، يعني باخد منه الغذاء والاملاح والماء والكلام ده كله. يبقى بالنسبه لي اي مما يمكن استنتاجه من الشكل المقابل ان تطفل النبات 1 على النبات 2 ده صح. يبقى دي الاجابه الصح اللي معايا. طب تطفل النبات 2 على نبات 1 لا، انه 1 اللي متطفل ليه على 2. طب عرفت منين؟ ده بالنسبه لي اخضر ومستمد منه جذور، التاني هو اللي بيتطفل عليه. تبادل المنفعه لا، مفيش حاجه اسمها تبادل منفعه. يعني ايه تبادل منفعه اصلا؟ يعني ايه تبادل منفعه؟ يعني عندنا حاجه اسمها البكتيريا العقديه بتكون موجوده ليا في بعض النباتات زي البقوليات كده. البكتيريا العقديه هي بكتيريا ماشي، بس موجوده ليا في النباتات البقوليه دي. انا النبات بستفيد منها وفي نفس الوقت البكتيريا بتتغذى لي على النبات. طيب النبات ده بيستفيد بالبكتيريا دي ايه؟ انها بتثبت له حاجه اسمها عنصر النيتروجين. هل ده مهم؟ طبعا مهم لتكوين البروتين للنبات. طيب البكتيريا مستفاده ايه في النبات؟ انها بتتغذى لي على النبات، فده حاجه اسمها تبادل منفعه. انا بديك وانت تديني. تمام. النباتين 1 و2 كلاهما ذات التغذيه؟ لا طبعا، فيهم واحد ذات التغذيه اللي هو رقم 2 وغير ذات التغذيه رقم 1 اللي هو المتطفل. السؤال اللي بعده بيقول لك اي مما يلي يميز خليه الشعيره الجذريه عن باقي الخلايا النباتيه العاديه. اللي بيميز ليه الشعيره الجذريه عن باقي الخلايا الثانيه؟ وجود غشاء خلوي، كله فيه غشاء خلوي، يبقى بالنسبه لي ده لا يميز. وجود فجوه عصاريه، كله فيه فجوه عصاريه، فده برضه لا يميز. وجود طبقه من البروتوبلازم، كلهم فيهم طبقه من البروتوبلازم. زياده مساحه
سطحها. ايوه دي اللي تفرق معايا. انا عندي لما الشعيرات الجذريه عددها كبير، طب ما لما يكون عددها كبير بيتزود لي مساحه سطح الامتصاص بتاعها، فده بيميز الشعيرات الجذريه عن باقي الخلايا الايه النباتيه. يبقى دي الاجابه الصح اللي هتبقى بالنسبه لي، هتبقى ليا ايه؟ د. السؤال اللي بعده بيقول لك اي من الشعيرات الجذريه التاليه لها قدره اكبر على امتصاص ماء التربه؟ يعني مين فيهم اللي لها قدره اكبر على امتصاص التربه؟ هل هي 1 ولا 2 ولا 3؟ تعال نبص كده واحده واحده كده على واحد. واحد دي ما فيهاش كده فجوه عصاريه، مش باين ان فيها فجوه عصاريه، فبالتالي ما لهاش قدره على الامتصاص اصلا، فبالتالي بالنسبه لي غلط، لان ما فيش تركيز بالنسبه لي، التركيز موجود عندي في الفجوه العصاريه. طيب تعالى بقى ل2 وتعالى بقى ل3. 3 ديت هي فيها فجوه عصاريه، و2 دي فيها فجوه عصاريه، بس الجدار اللي موجود عندك في الشعيره الجذريه هنا سميك عن الجدار اللي موجود في الشعيره الجذريه في رقم 2. واحنا قلنا من خواص الشعيره الجذريه ان جدارها رقيق. طب ليه جدارها رقيق؟ لده يسمح لي بمرور الماء بسهوله، ان هو يسهل لي عمليه مرور الماء. فمين بقى الاتنين بيمتصوا ليا ميه، بس مين الاكبر قدره على الامتصاص؟ حط كلمه اكبر دي تحتها مليون خط. مين اكبر واحده قدره على الامتصاص؟ هتبقى ليها رقم 2، لان الجدار بتاعها بيكون ليا ايه؟ رقيق. السؤال اللي بعده بيقول اي مما يلي ليس له علاقه بملائمه الشعيرات الجذريه لوظيفتها في امتصاص الماء من التربه؟ يعني ملوش علاقه ان الشعيره الجذريه بتمتص الماء من التربه. غياب طبقه الكيوتين لا له علاقه. ليه؟ لان لما يغيب لي طبقه الكيوتين اللي فوق ديت اللي موجوده على الشعيره الجذريه، طبعا الشعيره الجذريه هتقدر تمتص لي الميه. اما لو في وجود الكيوتين الشعيره الجذريه مش هتعرف تمتص لي الميه، فده له ملائمه وظيفيه للشعيره الجذريه، فبالنسبه لي ده مش هينفع معايا في السؤال. طيب كثره عددها، طبعا احنا قلنا كثره عددها هتزود من مساحه سطح الامتصاص. رق جدارها السليلوزي، طبعا قلنا لانه يسهل لي مرور الماء، فبالنسبه له غلط. وجود اعداد كبيره من الميتوكوندريا، دي اللي ملهاش ملائمه بالنسبه للشعيره الجذريه. ليه يا استاذ؟ بص اعمل حاجه، وانا لما اجي انقل الميه بنقلها بنقل نشط ولا بنقلها بخاصيه اسموزيه؟ بنقلها بخاصيه اسموزيه. هل الخاصيه الاسموزيه دي محتاجه ليا اي تي بي او طاقه عشان يكون ليا اعداد كبيره من الميتوكوندريا؟ لا، فبالتالي الخاصيه الاسموزيه مش محتاجه لاعداد كبيره من الميتوكوندريا، فبالتالي ليس لها علاقه بملائمه الشعيرات الجذريه لايه؟ لوظيفتها. تمام. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لك ادرس الشكل البياني المقابل الذي يوضح تركيز ايونات بعض العناصر في التربه. ايونات بقى بعض العناصر فين؟ في التربه، وخلايا الشعيرات الجذريه لنبات ما، ثم حدد اي العناصر اكثر امتصاصا بخاصيه الانتشار. بخاصيه الانتشار، افهم خاصيه الانتشار من التركيز الاعلى للتركيز الايه؟ الاقل. من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. طيب من التركيز الأعلى للتركيز الأقل فين؟ هل من 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ تعال نبص. انت عندك قال لك بالأخضر ده اللي هو الشعيرة الجذرية، وقال لك بالأحمر ده محلول التربة. طيب الايونات هتنتقل ليا في رقم 1 بالانتشار؟ لا، ده تنتقل ليا بالنقل النشط. ازاي يا استاذ؟ ما هي تركيزها في محلول التربه قليل وتركيزها في الشعيره الجذريه عالي، فبالتالي لو احتاج انقل ايونات انقلها بالنقل النشط ومحتاج طاقه. طيب رقم 2 بقى، تعال نبص. محلول التربه تركيز الايونات فيه عالي، والشعيره الجذريه تركيز الايونات فيه قليل، فبالتالي هينتقل ليا من الاعلى للاقل، فبالتالي الاجابه 2 هي اللي هتبقى بالنسبه لي صح. اما 3 ما فيها اتزان، الاتنين سوا بعض. اما 4 في محلول التربه ومش موجود عندي في الشعيره الجذريه، ومش موجود عندي فين؟ في الشعيره الجذريه. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك اي من المواد الغذائيه التاليه لها القدره على عبور الاغشيه البلازميه للخلايا؟ طبعا لو انت عندك غشاء بلازمي يبقى انت عندك حاجه اسمها النفاذيه الاختياريه. تمام. طيب هل جزيئات النشا اللي هي عباره عن جلوكوز سكر معقد هيعبر ليه عن طريق الاغشيه البلازميه؟ بص انت عندك غشاء بلازمي، ايه الحاجات اللي بتعبر من خلاله عن طريق البوابات اللي هي البروتينيه دي؟ بتعبر من خلال ايه السبب او ايه الغرض من ان هو تعبر، او ايه الاسباب؟ ان هو على حسب حاجتين اتنين، يا اما حجمها صغير يا اما الخليه محتاجه للجزء ده او الجزيء ده. تمام. طيب جزيئات النشا حجمها مش صغير، الدهون برضو حجمها مش صغير، جزيئات البروتينات برضو مش حجمها صغير، املاح الكالسيوم بقى هي اللي هتعبر ليا عن طريق الاغشيه الايه؟ البلازميه. تمام. طيب عندك بقى خليه نباتيه تم وضعها في محلول فاكتسبت الماء منه عن طريق الخاصيه، يعني
جبت خليه نباتيه كده، رحت جاي ادي دورق، ادي الدورق، رحت جايب فيه وحاطط فيه خليه نباتيه، ادي الخليه النباتيه، ومحطوط محطوط الخليه النباتيه فاكتسبت الماء، يعني هي اكتسبت الماء محطوطه ليها كده في محلول، ادي المحلول. حلو. طيب الخلايا النباتيه دي اللي حصل فيها بقى ايه اللي حصل بقى؟ قال لك فاكتسبت الماء منه عن طريق الخاصيه الاسموزيه، فاي مما يلي يمثل تركيز العصير الخلوي في كل من الخليه والمحلول على الترتيب. بص الترتيب مهم، قال لك في كل من الخليه والمحلول على الترتيب، يعني الخليه الاول. طيب قال لك هي اكتسبت ميه، يبقى التركيز بتاع المحلول كان قليل، وليكن نديله اي تركيز، تركيز المحلول كان قليل، وتركيز تركيز الفجوه كان كبير. ليه بقى او عالي؟ عرفت منين؟ قال لك انها اكتسبت ميه، واحنا عارفين بالخاصيه الاسموزيه انتقال الماء من التركيز الاقل من الاملاح الى التركيز العالي. طيب يبقى تركيز الخليه هو اكبر واحد بالترتيب كده. طيب 1% إلى 3%، ده واحد أكبر من 3؟ لا غلط. طيب 1 إلى 1%، لا الاتنين مش متساويين، كان حصل ليها اتزان. طيب 7% إلى 2%، صح. 7% اللي هو تركيز الخلية اللي هيكون أكبر، وال2% اللي هو هيبقى بره ليها، هيبقى ليها تركيز المحلول، فبالتالي هيبقى ليها الإجابة ديت الصح. 2% طبعا أقل من 7%، فتبقى ليها الإجابة صح جيم، لأن قلت لك على الترتيب الخلية الأول وبعد كده المحلول. السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يمثل 4 خلايا متجاورة تحتوي على تركيزات مختلفة للسكر. تحتوي على تركيزات ايه؟ مختلفة للسكر. اي مما يلي يمثل حركة انتقال الماء بالخاصية الاسموزية. طيب انت عندك خلية واحد بتساوي لي 5%، يعني كام مية؟ 95% ماء. حلو. خلية 2 عندها 3%، يعني كام مية؟ 97% ميه. طيب الخليه 3 عندها كام ميه؟ 1% ميه، يعني 99% ميه. الخليه 2 عندها نص في المية ميه، يعني كام؟ 99.5% ميه. طيب ايه اللي هينتقل بقى؟ تعال نشوف الاختيارات ونطبق على الشكل. من الخليه 1 الى الخليه 2، تعال نبص فين الخليه 1. ادي الخليه 1 إلى الخلية 2. هل ينتقل الماء من الخلية 1 إلى الخلية 2 يعني من 95 إلى 97%؟ لا، يبقى دي الإجابة بالنسبة لي غلط. وبعد كده الخاصية الاسموزية انتقال الماء من التركيز الأقل للأملاح للتركيز العالي من الأملاح، يعني لو كان عكسها كانت تبقى بالنسبة لي صح، من الخلية 2 للخلية 1. طيب من الخلية 2 إلى الخلية 3، تعال نبص. خلية 2 اللي هي 3% إلى خلية 3 اللي هي 1%، برضو غلط، تركيز الأملاح هنا عالي. طيب من الخلية 3 ل4، تعال نبص. خلية 3 اللي هي 99% إلى 99.5% من المية، لا طبعا برضو غلط. طيب من الخلية 4 إلى الخلية 1، أدي 4 اللي هي نص في المية إلى خلية 1 ل5، طبعا هيحصل لي انتقال للماء من التركيز الأقل للأملاح إلى التركيز العالي من الأملاح، أو التركيز العالي من الماء إلى التركيز الأقل من الماء. يبقى تبقى الإجابة بالنسبة لي الإجابة إيه؟ د. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يوضح تجربة معملية تم فيها وضع مغبار مملوء بالهواء فوق مغبار آخر مملوء بغاز ملون. أي مما يلي يفسر ما حدث. ده بداية التجربة. الغاز موجود عندي هنا كده اهو، غاز ملون زي ما هو موجود هنا، وعندي هنا هواء. بعد مرور ساعة الغاز انتشر ليا في جميع الأنبوبة. طيب هل حدوث ظاهرة الانتشار لأعلى والأسفل، ولا لأسفل فقط، ولا حدوث ظاهرة الانتشار لأعلى فقط، ولا حدوث ظاهرة الانتشار والاسموزية؟ هنا مفيش اسموزية. تمام. طيب يبقى انا عندي حدوث ظاهره الانتشار، هل لاعلى فقط؟ طيب لو حصل ليا الاعلى يبقى الغاز ده كله هيطلع ليا فوق، والحته اللي تحت هتتملي بهواء. حلو. طيب لو حصل لي انتشار لاسفل فقط هيفضل الغاز زي ما هو. طيب ولا الاعلى فقط ولا الاسفل فقط هتنفع معايا؟ الاعلى والاسفل. ليه؟ لان حصل الانتشار على طول الانبوبه كلها، في غاز فوق وغاز تحت، فيبقى بالنسبه له حدوث ظاهره الانتشار لاعلى والاسفل. طيب السؤال رقم 15 بيقول لك بدراستك للشكل المقابل ما سبب تغير لون الماء الاحمر داخل الكأس بعد مرور ساعه؟ هو عاوز يعرف تغير لون الماء، يعني المية هتتغير الأحمر فين؟ الماء، كأس بماء داخل الكأس بعد مرور ساعة، يعني في الكأس ذات نفسه. طيب تحرك جزيئات الحبر خلال الغشاء
يعني ده خلال الغشاء بالانتشار، ولا تحرك جزيئات الحبر خلال الغشاء بالاسموزية، يعني من التركيز الأقل اللي هو من التركيز الأقل إلى التركيز العالي. الاسموزية طبعا غلط بالنسبة لي. طيب تحرك جزيئات الماء خلال الغشاء بالانتشار، لا مش جزيئات الماء اللي هتتحرك لها خلال، هي هتبقى الإجابة هتبقى معايا تحرك جزيئات الحبر خلال الغشاء بالانتشار. يعني ادي الحبر محلول بحبر، ايه اللي هيحصل؟ الحبر هينزل ليا من الغشاء ده، الغشاء اللي هو ايه بقى؟ شبه منفذ ده. فالحبر لما ينزل ليا في الميه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ليا انتشار في الماء. ليه؟ لانه نازل ليا من التركيز العالي من الحبر الى التركيز الاقل، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ليا حركه لجزيئات الحبر، فبالتالي هيتلون ليا لون الماء بالاحمر داخل الايه؟ الكأس، فتبقى ليا الاجابه رقم الف. السؤال اللي بعده رقم 16 بيقول لك في الشكل التالي تم وضع كيس سليلوزي كما هو موضح في الحالات 1 و2 و3 في بداية التجربة. تمام؟ عندك هنا الكيس السليلوزي جوه 10% جلوكوز، بره 10% جلوكوز، عندي هنا اتزان 20% جلوكوز في الكيس السليلوزي، بره 100% ماء يعني مفيش فيه جلوكوز. طيب عندك 10% جلوكوز وبره عندك 20% جلوكوز. ما تركيز الماء تقريبا داخل الكيس السليلوزي في الحالة 1؟ داخل الكيس في الحالة 1. طب داخل الكيس كام جلوكوز؟ 10% جلوكوز، يبقى أكيد الماء 90% 90% ماء، يبقى الإجابة د. سؤال سهل جدا. طيب ما تركيز الماء تقريبا داخل المحلول في الكأس في الحالة 3؟ داخل المحلول، لو بتكلم عن المحلول هنا في الكأس في الحالة 3، المحلول تركيزه كام؟ 20% جلوكوز، يبقى تركيز المية كام؟ 80%، يبقى الإجابة هتبقى بالنسبة لي كام؟ 80%. فين؟ 80%. طيب ما تركيز الجلوكوز تقريبا داخل المحلول في الكأس في الحالة 2؟ فين المحلول؟ أهو اللي هو كام اللي فيه كام مية؟ 100% مية، يعني كام محلول بقى؟ كام سكر بقى؟ 0. تركيز هيبقى ليا بالنسبة لي كام؟ 0. تمام؟ تعالى ما تركيز الجلوكوز بقى يبقى بالنسبة لي 0، لأن الكأس به 100% منه إيه؟ ماء. السؤال اللي بعده رقم 17 بيقول لك ما الخاصية التي تفسر سبب اكتساب الخضروات للطعم المالح عند طهيها؟ يعني أنا دلوقتي رحت جايب وعاء وفيه خضروات، وطبعا الخضروات دي فيها ميه، وحطيت طبعا في الميه دي ملح عشان تكون الاكل مظبوط. طيب لما جيت حطيت الملح ايه اللي حصل؟ التركيز فين العالي بتاع الملح؟ التركيز ده عالي بتاع الملح، فهينتقل ليا، هكتسب الطعم الحلو بتاع الطعم بتاع الملح ازاي؟ هينتقل ليا من التركيز العالي اللي هو في الوعاء الى التركيز الاقل بخاصيه اسمها خاصيه الانتشار، بخاصيه اسمها خاصيه الايه؟ الانتشار من التركيز العالي الى التركيز الاقل في الاملاح، فتبقى لي الاجابه د. طبعا التشرب غلط، لان انا عندي دلوقتي سلولوز ولا بكتين ولا الغشاء البروتوبلازمي موجود وكل حاجه، بس بينا يحصل ليا غلي بالماء النفاذيه الاختياريه طبعا غلط، ولا النقل النشط لان بنقل من التركيز العالي للتركيز الاقل. طيب السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يوضح تركيز العصير الخلوي داخل 3 خلايا نباتية متجاورة، في أي الاتجاهات ستكون حركة الماء بالأسموزية من وإلى الخلية؟ بص أنا عندي هنا ده 1% من وإلى الخلية إكس، تمام؟ ده 1% يعني كام في المية مية؟ 99. ده 5% يعني 95. ده 3% يعني كام؟ 97% مية. مين أقل واحد فيهم في الماء؟ 95. طيب مين اعلى واحد فيهم في الماء؟ 99 اعلى من الاثنين، يعني ال 99 هيدي من ده وهيدي ليا لده، الميه هتصب هنا وهتصب ليا هنا. طيب ال 95 تعال ناخد الاختيارات واحده واحده كده، اللي هو 5% تركيز، هل هيدي لل1% تركيز؟ لا طبعا بالنسبه لي غلط. طيب اللي هو ال1% هيدي ال5%، صح، بس ال3% تركيز هيدي لل1% اللي هو 97% ميه، هيدي لل99% ميه؟ لا طبعا غلط. هل بقى ال1% هيدي لل3% وهيدي لل5%؟ الاتنين صح، لان ال99% اللي هو كميه الميه الاعلى هتدي لل97 وهتدي لل95. السؤال اللي بعده بيقول رقم 19
ماذا تتوقع عند إزالة جدار خلية نباتية؟ شلنا جدار خلية نباتية ما بطريقة معينة ثم وضعها في ماء مقطر، يعني حطيتها في مية ما فيهاش أملاح، حطيت الخلية في مية 100% ماء. حلو. إيه اللي هيحصل؟ طبعا الخلية دي هتكتسب الدعامة أو هتكتسب ليا المية، فهتكتسب المية وهي ما عندهاش جدار خلوي يضغط ليا على البروتوبلازما أو يضغط لي أو يواجه ليا ضغط الامتلاء، فإيه اللي هيحصل؟ هتنفجر ليا الخلية طبعا ومش هتنكمش. تمام. السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يوضح خليتين متماثلتين تم وضع إحداهما في محلول ذو تركيز مرتفع، يعني واحدة حطيتها في محلول ذو تركيز مرتفع والأخرى محلول ذو تركيز مرتفع واخرى محلول ذو تركيز منخفض، وذلك مقارنة بالنسبة لتركيز العصير الخلوي داخل كل منهما. أي الاختيارات بالجدول التالي يوضح التغير الحادث للخليتين. طيب أنا حطيت ديت في محلول ذو تركيز إيه؟ مرتفع. يعني إيه؟ يعني أنا جبت خلية أهي، جبنا مثال أهو، جبنا آدي الإناء وجبنا خلية، الخلية ديت حطيتها في محلول، يعني وليكن الخلية دي تركيزها 5%، جيت وحطيتها في محلول ذو تركيز مرتفع عالي وليكن 8%. ايه اللي هيحصل للخلية دي؟ طبعا هتفقد ليا الماء. تفقد ليا الماء ازاي؟ لان المية بتتحرك بالخاصية الاسموزية من التركيز الاقل الى التركيز العالي من الاملاح، فبالتالي هتفقد ليا. دي فقدت؟ لا، يبقى ده بالنسبة لي غلط. دي فقدت بس حصل ليا انكماش للفجوة بس، وما حصلش ليا انكماش للجدار ولا الغشاء، كله متمدد. طيب الرقم بقى ما حصلش فيها انكماش. طيب رقم ج حصل ليا فيها انكماش، يبقى هي ديت الاجابه اللي معايا الصح. بس نكمل نشوف اللي بعدها. اللي بعدها برضو ما حصلش ليا انكماش، يبقى بالنسبه لي الاجابه الصح هتبقى ليا ج. وطبعا لما اجي احط الخليه في محلول ذو تركيز منخفض، احط الخليه كده في محلول تركيزه منخفض، ايه اللي هيحصل؟ يعني المحلول ده تركيزه مثلا 2% والخليه تركيزها 5%، فينتقل ليا الميه فيحصل لها عمليه اسمها عمليه اكتساب الماء او الدعامه الفسيولوجيه، فهتبقى بالنسبه لي الاجابه ج. السؤال اللي بعده بيقول لك الشكل المقابل يوضح تركيز العصير الخلوي داخل 3 خلايا نباتيه متجاوره. اي الاختيارات التاليه يوضح مسار انتقال الماء فيما بين هذه الخلايا. حلو. 12% احنا عارفين ان الميه بتنتقل من التركيز الاقل للاعلى، يعني 8% هتنتقل الى 12%، وال10% هتنتقل الى 12%، وال8% هتنتقل الى 10%. يبقى فين الترتيب ده بقى كده؟ هل هو ده؟ يعني من 12% هتنتقل ل 8%؟ لا، احنا بنتكلم من التركيز الاقل للتركيز الاعلى، ده غلط. طيب من التركيز الاقل للتركيز الاعلى كده صح، بس من التركيز الاعلى دي كده لا غلط، من 12 ل 10 غلط. طيب دي برضو من 12 ل 8 برضو غلط، يبقى الاجابه بالنسبه لها تبقى ليها الاجابه ايه؟ د. السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل قطعتا بطاطس متساويتان في الوزن، الاثنين متساويتين في الوزن، في حالة اتزان على الميزان الموضح، ماذا سيحدث بعد غمر كل منهما في الكأس 1 و2؟ الكأس 1 به سكري مركز، محلول سكري مركز يعني عالي التركيز، وكأس 2 به ماء مقطر. طيب لو احنا حطينا البطاطس في الماء المقطر دي، طبعا الماء مقطر يعني 100% ميه، يعني ما فيهاش تركيز املاح، فبالتالي قطعه البطاطس دي هتزيد ليا فين؟ في الحجم، تزداد. تمام. طيب لو حطينا بقى قطعه البطاطس دي في محلول سكري مركز يعني عالي التركيز، فبالتالي هتفقد ليا البطاطسايه من الميه، لان الميه هتنتقل ليا بالخاصيه المسوسيه من التركيز الاقل اللي هو في البطاطس الى التركيز الاعلى اللي هو موجود ليا في المحلول، فبالتالي هتقل في التركيز. طب تعالى ندور. يزداد وزن القطعه س؟ لا، بيقل. طب يقل وزن القطعه س؟ ماشي. طيب ولا يتاثر؟ لا، بيزداد وزن القطعة ص، فبالنسبة لي ده غلط. يزداد وزن القطعة س غلط. طيب يقل وزن القطعة س صح، ويزداد وزن القطعة ص صح برضو، يبقى الإجابة هتبقى بالنسبة لي إيه؟ د. عرفنا ليه؟ لأن ده موضوع في ماء مقطر، ودي موضوع عليه في محلول سكري مركز، والمية بتتنقل من التركيز الأقل للتركيز الأعلى. السؤال اللي بعد كده بيقول ماذا يحدث عند غمر الخلايا النباتية في محلول ذو ضغط اسموزي منخفض؟ محلول ذو ضغط اسموزي ايه؟
منخفض 1% بالنسبة لتركيز الخلية. طالما محلول ذو ضغط اسموزي منخفض يعني التركيز بتاعه منخفض. طالما التركيز منخفض يبقى الماء كتير. طالما المية كتير يبقى هتكتسب الخلية النباتية. طيب ماذا يحدث عند غمر الخلية النباتية في محلول هل تنفجر؟ لا، تنتفخ. ليه انتفخت؟ لان اتحطت ليا في محلول منخفض يعني الميه فيه كبير فبالتالي تنتفخ. طب ليه مش تنفجر؟ لانها فيها جدار خلوي ومش هي خليه حيوانيه وطبعا مش هتنكمش وطبعا هتتاثر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك رقم 24 في أي الأنابيب السابقة لم يتحرك الماء قد يتحرك الماء عبر الكيس شبه المنفذ بالإسموزية. يعني مين اللي هيتحرك فيهم الماء عبر الكيس شبه المنفذ؟ طيب عندك رقم 4. رقم 4 دي الكيس شبه المنفذ. هنا بره في الكأس ماء مقطر وجوه ماء مقطر، يبقى الاتنين اللي فيهم حالة اتزان فبالتالي مش هيحصل ليا حركة. اتزان فمش هيحصل ليا حركة. حلو. طيب هنا محلول سكري وهنا برضو محلول سكري داخل الكيس، برضو مش هيحصل ليا حركة فيهم. طيب هنا محلول سكري داخل الكيس وعندك ماء مقطر في الكأس، وهناك في واحد العكس، عندك محلول سكري في الكأس وماء مقطر في الكيس. دولت اللي يعملوا ليها الخاصية الإسموزية انتقال الماء. يبقى الأنبوبة 1 والأنبوبة رقم 2 هتبقى ليها الإجابة رقم ألف. تمام. السؤال اللي بعده بيقول الشكل المقابل يوضح ارتفاع محلول سكري مركز داخل أنبوبة زجاجية متصلة بإحكام داخل قطعة جزر مجوفة موضوعة في محلول سكري مخفف. يعني هي محطوطة ليها في محلول سكري هنا مخفف، والمحلول السكري المركز موضوع ليها في أنبوبة زجاجية داخل الجزر. ماشي. طيب احنا المية بتنقل لين من المخفف للمركز. طيب ما سبب ارتفاع المحلول داخل هذه الأنبوبة؟ يعني بعد ساعتين كده ارتفاع المحلول ارتفع لحد هنا كده، كان هنا موجود لحد هنا كده، ارتفع لحد هنا كده. ايه السبب ارتفاعه؟ جزيئات السكر تتحرك عبر أنسجة الجزر. السكر هو اللي بيتحرك؟ لا. طيب جزيئات السكر تتحرك؟ برضو لا. مين اللي بيتحرك؟ جزيئات الماء تتحرك عبر أنسجة الجزر إلى الأنبوبة الزجاجية. ليه يا أستاذ جزيئات الماء اتحركت؟ لأنها اتحركت من محلول سكري مخفف اللي في الكأس. يعني افترضنا برضو إن لو في الكأس 2%، التركيز اللي في الكأس 2% والتركيز اللي جوه 5%، يبقى الماء تتنقل من التركيز الأقل للتركيز الأعلى. جزيئات الماء تتحرك عبر أنسجة الجزر إلى أنبوبة الزجاجية. طيب جزيئات الماء تتحرك عبر أنسجة الجزء إلى الكأس؟ لا، مش العكس. احنا بنملى بقى اللي قال لك ان هو في محلول سكري ارتفاع بقى المحلول اللي هي ارتفع داخل الأنبوبة اللي موجودة اللي هي فين؟ في الجزر. تمام. كمل ان شاء الله الأسئلة في الفيديو اللي جاي. حاولوا بقى تدعمونا بلايك، سبسكرايب، اشتركوا بقى على القناة عشان المحتوى بيكون متعب عشان نستمر بإذن الله وننزل حل لكتاب الامتحان وكتاب التفوق لسنة أولى وتانية ثانوي. السلام عليكم.